منطقة سموحة في حد من اهالي كان بيفتش في صندوق الزبالة، لقى جثة ست مقسومة نصين ومن غير راس ولا دراعات وكانت عريانة تماما، وده صندوق الزبالة اللي لقوا فيها الست. يا ترى دي مين ومين اللي عمل فيها كده وعملت ايه عشان خاطر تستاهل كل ده؟ وهنا الشرطة لقت نفسها قدام جثة ملهاش راس، والجريمة دي كانت غريبة جدا على رجال الشرطة، وده اللي هنعرفه النهارده في القصة في واحدة من اغرب وابشع القضايا اللي حصلت في اسكندرية. نيجي هنا سنة 2020 في منطقة سموحة، وبالتحديد كانت في اسكندرية، ويجي راجل من عمال النظافة وهو بيقلب في عيشه الصبح كده وبيطلع أي حاجة من صندوق الزبالة لإعادة تدويرها عشان خاطر يبيعها، وفجأة كده وهو بيقلب في الصندوق لقى كيس اسود كبير، فبيشده ولقى الكيس تقيل فراح مخرج الكيس من الصندوق. وبعد كده الراجل ده بيجس في الكيس كده لقى حاجة طرية، فبيقطع الكيس كده وبيفتحه وبيشوف فيه ايه. اترعب واتلبش من المنظر اللي هو شافه، ويلاقي هنا جثة ست متقطعة ومقسومة نصين ومن غير راس حتى. وهنا الراجل عامل النظافة لما شاف كده صرخ وصوت، واهل المنطقة اتلمت عليه، فيروح اهل المنطقة يقدموا بلاغ في اسم الشرطة اللي هم لقوا جثة في صندوق الزبالة من غير راس ولا حتى دراعات. حضرت الشرطة وعينوا الجثة وقاموا بفحص مبدئي لجثة السيدة المجهولة، ولما الجثة اتنقلت والطب الشرعي عينها قالوا اللي هي عمرها بيتراوح ما بين 25 إلى 35 سنة. وهنا رجال المباحث كان كل همهم وتفكيرهم اللي هم كانوا عايزين يعرفوا راس الجثة وايد الجثة راحت فين او موجوده فين. وهنا ابتدوا بفحص كاميرات المراقبه بموقع الجريمه، وعملوا فحص بجميع بلاغات التغيب في جميع اقسام الشرطه اللي موجوده في الجمهوريه. ومن فحص الجثه لقوا وجود تهتك في الانسجه بالجزء العلوي والسفلي في الجسم، وده عرف رجال المباحث ان الجثه اتقطعت باستخدام آلة غير حاده. ومن تفرغ رجال المباحث للكاميرات لقوا توك توك كان واقف عند صندوق الزباله، وكان في الكرسي اللي ورا السواق اللي بيسوق التوك توك وما كانش فيه حد غيره. لقوا شنطه كبيره، شنطه زباله محطوط فيها حاجات، والشنطه دي اترمت في صندوق الزباله، والواضح كده اللي هي كانت فعلا الكيس الاسود بتاع الزباله اللي عامل النظافه لقاه في الصندوق ولقى فيه الجثه. وكان اللي سايق التوك توك ده راجل عنده 40 سنه، والكيس الاسود ده كان بدايه الخيط لحل لغز قتل السيدة دي. والشرطة هنا لما بحثت وفرغت جميع كاميرات المراقبة في الشارع حلت لغز القضية. وهنا رجال المباحث اكتشفت ان الست اللي هي الجثة المتقطعة دي عايشة هي وجوزها في منطقة اسمها منطقة الرملة، ودي برضو موجودة في الاسكندرية. وهنا الزوج ما عملش بلاغ عن غياب مراته ولا اي حاجة، وده اللي اكد لرجال المباحث اللي ممكن يكون جوزها له علاقة بقتلها، فتم القبض عليه واعترف اللي هي كانت بتخونه، فعلشان كده قتلها وبعد كده قطعها عشان خاطر ينتقم لشرفه. فراح فاصل راسها عن جسمها، وراح كمان مقطع ايديها عشان خاطر محدش يعرف يتعرف عليها، وفضل يوسع باقي اشلاءها على جميع صناديق الزباله. ده كان ساعتها بالتوك توك بتاعه عشان خاطر ما يتكشفش. وهنا رجال المباحث حطوه تحت حراسه امنيه مشدده وبصحبه فريق من المحققين، وكل ده عشان خاطر يدلهم على راس الجثه. وبالفعل لقوا الراس واعترف اللي هو قطع الجثه بالمنشار. وكمان المجرم ده كان بيعترف في النيابه ان بقاله اكتر من 4 شهور بيشك في سلوكها، وبيقول اللي هي كانت بتقعد تتكلم في التليفون مع ناس ولحد لما اتاكد انها كانت بتخونه. وكمان بيقول اللي هو شافها وهي بتخونه فقرر اللي هو ينتقم لشرفه ويتخلص منها. وهنا المجرم بقى بيحكي الخطه اللي هو نفذها بالظبط. بيقول يوم الجريمه رحت البيت بعد ما خلصت شغل فلقيت مراتي نايمه على السرير، وبيقول اول ما شفتها نايمه انسحبت بهدوء، دخلت المطبخ جبت السكينه وخليتها نايمه وفضلت انغص فيها السكينه وموتها، انغص فيها السكينه وموتها. بيقول من كتر ضربه بالسكينه في جسم مراته قامت صرخت لحد ما خلص عليها تماما. وبيقول لك بعد ما خلصت عليها تماما واتاكدت اللي هي ماتت رحت مولع سيجاره وقعدت كده لحد ما هديت شويه، وقعدت افكر ازاي ما سيبش اي اثر ورايا عشان خاطر ما حدش يكتشفه. وبيقول لك راح جايب منشار كهربي وراح ماسك الجثه مقطعها نصين، وبيقول راح فاصل دراعاتها لوحدها وفضل يقطع فيها اكتر من ساعه، وراح جايب اكياس زباله كبيره وفضل يوزع الجثه فيها، الجسم لوحده والايدين لوحدها. ويقول لك راح جايب الراس حاططها على السرير من فوق عشان خاطر محدش يعرف ملامحها خالص ويعرف مين دي ومين اللي موتها. وبعد كده بيقول
خدت كيس الزباله اللي فيه الجثه متقطع نصين وحطيته في التوك توك بتاعي ورحت رايح رميته في صندوق الزباله. وصندوق الزباله ده كان بعيد عن بيتي بحوالي 20 دقيقه، يعني تلت ساعه. ويقول مفيش يومين ولقيت رجال المباحث جت البيت عندي وعرفت ان انا انكشفت، عشان كده حكيت على كل حاجه لرجال المباحث. ويبقى انا كده خلصت قصتي. ولو انت فضلت معايا للنهايه ما تنساش تعمل لايك وتكتب كومنت جميل. ولو انت اول مره تشوف فيديوهاتي يا ريت تنزل دلوقتي حالا تشترك في القناه بتاعتي عشان يوصلك كل جديد. سلام.